يقولوا الحب أعمى، بس هو خالد كان بيقول العمى مسكني يوم ما حبيت. هو ده الحب يا ولدي، حاجة تدخل القلب من غير إذن وبعدها تسيبك تايه ما بين العقل والوجع. خالد حسني شاب عنده 28 سنة، خريج كلية تجارة من القاهرة، من بلد صغيرة اسمها الهوفريك في الدقهلية. قاعد في أوضته كل يوم ماسك ورقة بيكتب فيها نفس الكلام اللي بقى حافظه. النهاردة رفضوا جوازي من منى للمرة التامنة ولنفس السبب. وبعد ما يكتب يقوم يعلق الورقة على الحيطة جنب 7 ورق قبليها، كل واحدة شاهدة على وجع من نفس النوع. الأولى مكتوب فيها رفضوا النهاردة، والتانية رفضوا للمرة التانية، والتالتة رفضوا للمرة التالتة، لحد ما وصلت للتامنة. بص خالد في الورق وسند ظهره على الكرسي ودماغه سافرت 6 سنين لورا. فاكر أول يوم شافها فيه؟ منى بنت بلدهم، صدفة وهم رايحين القاهرة، هو رايح كليته وهي رايحة أول سنة ليها. ضحكتها كانت بسيطة بس سابت علامة، ومن يومها الصدفة بقت عادة. كل شوية بيقابلها في الجامعة، في الكافيه، في السلم، كأن القدر بيقربهم غصب عنه. حبها؟ حبها حب طاهر كده من أيام الجامعة، مفهوش لعب ولا كلام فارغ. ولما خلص دراسته وقال خلاص ده وقت الجد، راح يتقدم لها، راجل وبنت ناس زي العرف. دخل بيتهم وقعد قدام أبوها، راجل معروف في البلد إنه غريب الأطوار، الكل بيقول عليه مجنون، بس محدش بيتجرأ يقولها في وشه. بصله كده من فوق لتحت وسأله انت عايز تتجوز منى؟ قال له خالد أيوة. قال له الراجل عملت ايه في حياتك؟ خالد اتلخبط، أحمر وشه وقال أنا خريج تجارة، ووالدي متين من زمان، عايش مع جدي ومعفي من الجيش، ولسه بدور على شغل كويس. الراجل قال له ببرود وتفرق ايه عن غيرك عشان أجوزك بنتي، وسابه ومشي. الرفض الأول خلى خالد يظن إن السبب الشغل، بس لما راح بعدها بكام شهر وهو شغال فعلا اتصدم بنفس الرفض ونفس السؤال عملت إيه في حياتك؟ وساعتها فهم إن الراجل مش بيدور على وظيفة، بيدور على حاجة تانية، حاجة محدش عارفها. 8 مرات راح و8 مرات اترفض، وكل مرة نفس السؤال. وفي المرة التامنة انفجر خالد وقال له أنا ما عملتش حاجة في حياتي، أعمل إيه يعني؟ أنت حاربت في 73، طيب كويس، بس ده يخليك تذلنا؟ عايز لبنتك بطل؟ طب قول لي أبقى بطل إزاي؟ أروح أحارب في العراق ولا فين؟ بصله في وشه وقال له بحرقة هتجوز منى؟ يعني هتجوزها غصب عنك. البلد كلها كانت عارفة إن الراجل ده غريب وعايز لابنته حد فريد من نوعه، بس فريد إزاي؟ محدش عارف. كل الناس كانت بتقول منى مش هتتجوز طول ما أبوها عايش. خالد رغم طيبته ودمه الخفيف، الحكاية دي كسرت قلبه. الحزن بقى وشاح على وشه، حتى جده العجوز اللي عنده قرابة 80 لاحظ وسأله إيه يا ابني؟ لسه زعلان؟ ما تعودتش على الرفض خلاص؟ قاله خالد مش متخيل أشوفها لحد غير يا جدي، ومش فاهم هو عايز إيه. هو فاكر إن زمن المعجزات لسه شغال؟ ضحك الجد وقاله مازحا ما تعملش زي اللي نايم حاطط إيده على خده كده، قوم ادفن نفسك في سرداب أحسن. الكلمة دي لمعت في دماغ خالد، السرداب. قال لجده وهو فاكر أيام الطفولة فاكر يا جدي لما كنت بتحكيلي عن سرداب البلد القديم اللي تحت الأرض، اللي كنت بتقول إنك نزلته زمان؟ ضحك الجد وقاله أيوة يا واد فاكر، أيام الشقاوة كنا 4 شباب نسمع عن كنز مدفون في سرداب بيمر تحت البلد، قالوا عليه مسكون بالعفاريت، بس احنا ما صدقناش. رحنا يومها في السر وفعلا لقينا الباب في بيت مهجور، عليه صخرة كبيرة، شلناها ونزلنا، كل واحد ماسك لمبة جاز، وبعد كام خطوة في النفق الطويل النور طفى مرة واحدة. واحد صرخ عفريت، كلنا جرينا وطلعنا نطير، ومن ساعتها محدش فكر ينزل تاني. ضحك خالد وقاله بس دي كانت مغامرة حلوة يا جدي، على الأقل نزلته. قالوا الجدل ضاحك ما تقولش لحد إننا جرينا يا واد،
خليك فاكرنا أبطال. في الليلة دي خالد معرفش ينام، دماغه كانت شغالة. السرداب بجد موجود، وجده عمره ما كدب. بص للحيطة على الورقة اللي فيها، رفضت لنفس السبب، والد منى المجنون. وقال في سره: هو مش عايز حد فريد. طب ما يمكن لو لقيت الكنز أبقى فريد في نظره واتجوزها. اتكلم مع نفسه كأنه شخصين بيتخانقوا. كنز إيه يا خالد؟ ده كلام عفاريت وجنان. ورد على نفسه: ما يمكن أكون جبان بجد، ما يمكن لازم أعمل حاجة تثبت إني أستحق منى. وبدأ يزحف ناحية الباب، ما قدرش يقوم على رجليه، فبقى يجر نفسه على الأرض زي السحلية، حاطط المصباح بين